عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. هنعمل النهاردة مع بعض مربى الجزر. انا هعمل النص جزر والنص برتقان بسرعة عشان ما بيبقاش فيه بذر. معايا برتقان يا حبايبي، انا اديته غلوة كده علشان نطلعه المرارة اللي فيه، وهنقمعه كده من هنا كده، نقطع القوم بتاعه ده وهنقطعه وهنفرمه في الكبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. هنعمل مع بعض زي ما انتم شايفين معايا ده جزر مقطعيه يا حبايبي في الكبة. هنعمل مربى جزر مع بعض. دول 2 كيلو جزر. هنحط عليهم يا حبايبي 2 كيلو برتقان بسرة، احنا بنحبها مع البرتقان، يبقى طعمها حلو. البرتقان معانا اهو، ده برتقان انا سلقته في ميه يا حبايبي، غليته غلوتين كده في ميه، وهنقطع القمع بتاعه ده وهضربه في الكبة. حطيت الجزر على النار، هديله غلوة كده وهصفيه. بحب انا اصفي المية بتاعه الجزر دي، هصفيه واحطه في الحلة تاني، وهضرب البرتقان ده في الكبة وهحطه عليه واحط السكر ونشوف مع بعض يا حبايبي. السليق بتاع البرتقان يا حبايبي بتطلع في المية المرارة بتاعه البرتقان، بنطلعها فيه. قطعت البرتقان اهو يا حبايبي، هنضربه في الكبة انا عامله قبل كده. نخليها يعني قطع كده. الكبة دي جميلة يا حبايبي، بعمل فيها الجزر وبعمل فيها كل حاجة. زي ما انتم شايفين معايا اهي. دول ال2 كيلو برتقان وال2 كيلو جزر يا حبايبي، وكان عندي جزرتين 3 دبلانين كده حطيتهم عليهم. هننزل عليهم بقى بالسكر. الجزر ده يا حبايبي انا صفيته وغسلته وصفيته في المصفى بعد ما غليته قبل ما احط البرتقان عليه. هننزل عليه بقى يا حبايبي بالسكر. ده سكر من بتاع التموين، هو يعني لا هو اسمر قوي ولا ابيض قوي، وسط كده. هنحط على 4 كيلو 2 كيلو سكر يا حبايبي. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كويسين؟ هنقلبها بقى يا حبايبي، لو لقينا عفارية ولا حاجة مكان السكر نشيلها. هنقلبها ندخل فيها السكر كله كده يا حبايبي، وهي ساعة ما تحط على النار بيسيح. اللي عملوا مربى مش طريقة زي دي، يعمل الطريقة دي المرة الجاية.
ماشي. فاهمين اسيل يا حبايبي؟ تقول لكم اعملوها بالطريقه دي هتطلع جميله ان شاء الله. والبرتقال بيضيع ريحه الجزر وبيوديها في ناحيه تانية خالص، يعني كأنك بتاكل مربى فواكه. هنحطها على النار بقى وهنشوف مع بعض يا حبايبي. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ المربى معايا يا حبايبي، انا عبيتها بردت وعبيتها في علب كده زي ما انتم شايفين. يا حبايبي حلوه جميله، طعمها جميل يا حبايبي، جربوها تعجبكم ان شاء الله. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم، ما تنسوناش يا حبايبي في الاشتراك في القناه واللايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.